هي مش مجبرة إنها تخدمك وتخدم أهلك، فهي لو حابة فتشيلها على راسك، مش حابة فدي حاجة ترجع لها. ولكن مفيش بنت بتعمل كده. بنت الأصول لو لقيت إن أهلها، إن هما طبعا أهل جوزها محتاجين لها، بتقدم طبعا المساعدة على طول. فأنت ملكش الحق إن أنت تجبر مراتك إنها تعمل حاجة هي مش عاوزاها. ونكمل قصتنا واحكي لكم إيه اللي حصل لأسماء. أول البداية لما ضحك عليها وخد الأدوات الكهربائية بتاعتها وباعها، وبعد كده استغل ظروف إنها تعبانة وحامل وقلعها الدهب بتاعها على أساس إن هو عشان الولادة والكلام ده وكده، واخد دهب وباعه. وبعد كده المعلم سافر وسابها مع أهله تخدمهم كأنها جاية خدامة، يضربوها ويهنوها ويبهدلوها ويهزقوها. ومش كده وبس، لما قررت إنها تطلع عشان تعيش في شقتها عشان ترتاح عشان تعبانة، ما لقيتش الصدر الحنين، ما لقيتش حد يطبطب عليها. ده بدأوا يخوفوها ويرعبوها أكتر،